الثلاثاء المقبل إن شاء الله 13 جماد الأولى هو ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليه السلام، عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهادها سلام الله عليها. على الرواية الثانية، لو سألك رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لك ماذا ستقدم لابنتي فاطمة، وكذلك عزيز الزهراء الإمام الحسين عليه السلام يقول لك ماذا ستقدم لأمي فاطمة، قل سأقدم هذه الأعمال الخمسة البسيطة، وهي أعمال تدخل السرور على آل محمد، وبالخصوص الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، لأنه صاحب المصيبة. فأول هذه الأعمال هو أن تزور السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام بالزيارة المختصرة في يوم الأحد. أكو زيارة مختصرة في يوم الأحد موجودة، وهي قصيرة جدا، تقول: السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، إلى آخر الزيارة، وهي موجودة في كتاب مفاتيح الجنان وضياء الصالحين، أو تكتب في بحث الجوجل زيارة الإمام، زيارة السيدة الزهراء عليه السلام في يوم الأحد، راح تطلع لك. العمل الثاني أيها الأخوة هو أن تلعن ظالمي السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام، تقول 100 مرة اللهم لعن قتلة السيدة فاطمة 100 مرة في يوم استشهادها. والعمل الثالث أيها الأخوة أن تقرأ دعاء الفرج لصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، لأن الشخص الوحيد الذي يشفي صدر الزهراء وينتقم من ظالمها هو الإمام صاحب العصر والزمان. تقرأ هذا الدعاء، دعاء الفرج، وهو دعاء معروف عند الجميع، تقول: اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. والعمل الرابع أيها الأخوة أن تصلي على محمد وآل محمد 100 مرة، وتهدي ثواب الصلاة على محمد وآل محمد للسيدة الزهراء عليه السلام في يوم استشهادها. والعمل الخامس والأخير أن تصلي ركعتين هدية للسيدة الزهراء عليه السلام، ركعتان مثل صلاة الصبح. تقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الحمد الفاتحة سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي من قصار الصور سورة القدر. وفي الركعة الثانية بعد سورة الحمد الفاتحة تقرأ سورة التوحيد قل هو الله أحد. نية هذه الصلاة تقول: صلي هاتين الركعتين قربة إلى الله. وقت هذه الصلاة في يوم الثلاثاء من بعد الفجر إلى ما قبل المغرب في يوم استشهادها سلام الله عليها. بعد ما تتم هذه الصلاة تقول هذه العبارة: اللهم أن هاتين الركعتين هدية مني إلى الطاهرة المطهرة الطيبة الزكية فاطمة بنت نبيك، اللهم فتقبلهما مني وأبلغها إياهما عني وأثبني عليهما أفضل أملي ورجائي فيك يا أرحم الراحمين. ثم تسبح تسبيح السيدة الزهراء عليه السلام. فهذه الأعمال الخمسة في يوم استشهادها سلام الله عليها، فلا تقصروا منها، جزاكم الله خير جزاء المحسنين. وأرجو من جميع الأخوة والأخوات مشاركة هذا المقطع على حب السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام، ولكم منا خالص الشكر والتقدير. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.